السبب مزور يثما كثرة الذنوب والمعاصي ونتفرثر غيتيسو غربال أقلغ نغضر يثما الذنوب ذو المعاصي أقسان ولاول نصوت يثما ونسحوف اندرد نصرت بولا والنغ ونسفرا ولا ونقل نضيب لاطر نسحوف أي مكان اندر غاد نمكثين الآخر ونسفرا فتشيغ الدنيث تصدغ ولا والنغ تزان صداخل ولا والنغ تخضم يزوران تصفرو رغ تقول ما غتصفغ الدنيا تقول ولا والنغ نشوفوا غي مكان ندير غاد نسمكثين الاخر ثاكا غادر طبن ولا والنغ كايا غاد نسالي الايمان النغ ونسافر ولا نسيني مكان ذي مكاني كان يقلنا يثما ندير غاد نصرت ولا والنغ ندير غاد نسالي في الايمان النغ ندير غاد نسمكثين الاخر في النغ وهي بيوت الله والمقابر إخام ربي وحيد زكوان أخام ربي ذم كان ندرى غادي ياس العبد مرا ديكش ما خام أخام ربي أذير تحوليس يويد أذير تحوليس يويد أذي سحوس السكينة يويد أذي سحوس الطمأنينة يويد ندرى ديم كثير آخر الدنيا تجي سايمة مرة تكش مكتبور من الجماعة جيت برا ولكن يا للأسف مراد نكشمي خام ربي مازالو مسهرة الدنيا مازال البوليتيك مازال نسوي الدنيا في خام ربي مازال نحكو في الدنيا في خام ربي ولا خام ربي ود نسمك ثيثر الاخر ولا خام ربي ور ترتاحنا راه ولا ون نناد خام ربي معليش ثيان ذي الآفة خام المساجد مرة ولكن يثما مرد نلحق يونم كان ذم كان بحق أنذرت مكثيت الآخر ما إلا قلت مكثتر الآخر كم كان هي ذي الدليل على قسوة القلوب وهي المقابر مرات لحقتيم أي ما وزكا وقت صواليتي ماي دمن ثيدر في ثيد إيران تزداخل وزكا ومازالو مكثتر الآخر أو قرات مكثيت الآخر ما إلا قد نكثره الآخر كم كان هي أو قرات المكثي الآخر اني غدا يثما كايا لانه صنديت اللي كان نحضر الجنازه يون ورقاز العالي يموت ساعه في ربي غفي يرحم ربي وذي جعل امكان يزق الجنات الا نسين ويثما النغز دفير هضرون العباد انا نلتهان قلميثين الا ايران تصدق وزكا ويشين هضرون ولا سميت يخص الزيت ولا شوا غلي البطاطا غلي وا اللي كيبدين هضرون اللي كيبدين يحكون اللي كيبدين تصان ميلا غون صوت راه غيثما كان ميا ودن سمك ثيا لا راه اخر اقسان ولاو وشوف يثما السلف الصالح مكين لانزي مرد لحقونهم كان هي مزكا إنيك الحسن البصري رحمه الله إنيك مرد نروح على الجنازة أنا مطلحظ إنيك لا ندري من نعزي من شدة بكاء الناس لعباد مرة ترون تروني وشو ترون في الميت ترون في العمورة فنصن لأنه يعلم مسكس دسك غادي يلي ولا نسى بإمكانيس إن يكس القوة العباد ترون إن يكون على المرم نرى نعزيه نروح نعزيه ونعلم نرى ولكن ثورة غيثمان العباد ما إلا يسعى المرحوم نعلم نروح نعزيه دين نسى كان أنا في تسرو ما يطوفي تسرو كان عالم بلاك الإنسان الباب المرحوم العباد مرة نشرحه أما كنزحوا يلي وهي غيثما لسبب كثرة الذنوب والمعاصي مراذلين الذنوب والمعاصي ينقسن لون ويسبب من أسباب غلاء الأسعار قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين ذي حرم العبديس وذي حرم العباد سكن من الله الرزق
والسبة من المعاصي والذنوب. ولهذا نطر بالعالمين قواليس: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ونذر بالعالمين: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما راه نولي غيثمان الحال النو ونسفر ثرى غيتيسو غربال يقوى الفساد، ثقوى ثكرطا، ثقوى الرشوة، ثقوى المعاملة الربا، الغش، الخداع، تكييل في الميزان، شرب الخمور وغير ذلك من المحرمات. أمشي غي تبغي ما يثما غدي فكر بالعالمين الخيرات ودي ينزل في لنا البركات. وضرب العالمين دينان قواليس: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا العبادين لند المؤمنين واتقوا وقذن ربهم، العبادين لن تقذن ربهم في كل صغيرة وكبيرة وجبدين ما ننسمن في المحرمات. لكن لو كان الدي غاس نثيب ورانا الخير قينوان وذا نغاس نسفوها الخير قلقيعة لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأنزلنا عليهم ماء لأسقيناهم ماء غدقا. إذن يثموي سبب من الأسباب. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومثلا شهر رمضان على الأبواب بإذن الله تبارك وتعالى، فالإنسان يبادر إلى التوبة ويبادر إلى طاعة الله عز وجل ويبادر إلى ترك عصيان الله عز وجل. إذن أهم الأسباب يثما إلا نشكتي غلاء الأسعار لكن ذي السبع، وهو بسبب كثرة ذنوبنا ومعاصينا.